أنت بيننا فضيلة الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله. سألت لي زول دكتور عنده كشف، والكشف بتاعه فوق 50، وبعدين ما مأجر عيادة. شوف ربنا مديه عمارة، في العمارة دي مأجر لناس دكاكين وصيدليات ولدكاترة زملاء ومأجر لهم، هو قاعد في العمارة. قلت له يا أخي اسمع أحوالك كيف؟ والله قال لي الحالة ما ماشية كويس يا شيخنا. قلت له ليه؟ يا أخي قال لي الضرائب عالية، أولادي بيقروا في لندن وكرهوني ذات واستنزفوني يا أخي وكده وكده. مشيت الخلا، في زول بعرفه ولاقيته في الخلا وبتونس معاه كويس. قعدنا وقال إلا تشربوا شاي، قاعدين في الواطة دي في رملة كويس. عراقيه مشرب. قلت له كيف حالك؟ قال لي شنو؟ قال لي أحمد الله، قال لي أحمد الله، قال لي أحمد الله. تقول الله بلاي ما عنده شغل. تقول قال الله خلى الناس كلهم مقبل علي أنا بتقال، بديني أنا بتقال. تقول الله بلاي ما عنده شغل. بيني وبين نفسي قلت لها في شنو هو ذاته؟ لكن الزول ده انت عارف اعظم حاجه اداله الله شنو؟ اليقين ده. رجعت للدكتور قلت له في زول في الخلا انا لاقيته، انا سالتك انت قلت حالتك صعبه، في زول في الخلا لاقيته كده 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 وعراجوه كده. سالته عن حاله قال لي احمد الله. تقول الله بلاي ما عنده شغله. الدكتور ده خدت يدي في راسه قال لي والله يا شيخنا نحن ما عندنا ايمان، نحن ما عندنا ايمان. اعترف قال لي نحن ما عندنا ايمان بالله. والله قال لي انا قربت اضيع يا اخي، نحن في نعمه وفي عافيه وفي ستر. لذلك الحمد لله تملا ما بين السماء والارض.